ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض الكسكسي او المبروم بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي يكون ناجح معاكي من اول مرة، وكمان طريقة التسوية المظبوطة، وازاي نرده باللبن ونرجعه مرة تانية للتسوية على النار. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة معانا كده حلة الكسكسي على النار، وهي أنا حاطة في نصها كده مية تغلي على النار، بحيث المية ما تعديش نص الحلة عشان الكسكسي ما يعجنش منك. بعد كده بحضر الخميرة، والخميرة عبارة عن باكو بحاله من الخميرة الفورية، على شوية مية دافية، على معلقة سكر كبيرة. وكمان هقولك في ناس مش بيحطوا له خميرة، بس الصح ان الكسكسي يتحط له خميرة علشان يبقى خفيف كده في الاكل، وعلشان كده يستوي معانا بسرعة، وكمان بيزيد في التسوية. الخميرة بتخلي الكسكسي خفيف ويزيد كده ويعلى معاكي في التسوية. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى بننخل الدقيق بتاعنا، والدقيق بتاعنا عبارة عن 2 كيلو من الدقيق الفاخر، عليهم عيار سلطانية صغيرة من الدقيق الذرة. وسر الدقيق الذرة ان نخليه مفرفر معاكي وتبدوريه كده بالحباية. بعد كده بنحط رشة من الملح وهي السنة. بعد كده بناخد بقى كده الخميرة بتاعتنا، شايفين الفم بتاعها عامل ازاي؟ يعني الخميرة نشطة وفعالة. هزودها برضو كمان شوية مية صغيرين علشان يكفوا مقدار الدقيق بتاعنا. وناخد بقى كده من الخميرة ونرشرش كده على الدقيق، وندعك بقى كده بايدينا او نفركه بايدينا. هو ده كده الطريقة ديت بنسموها البرم بتاع الكسكسي او المبروم، علشان كده هم سموه مبروم، علشان بنبرم كده الدقيق معانا ونخليه في ايدينا عامل زي الخيوط. طبعا زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، انا بدعك كده بقى الدقيق على ايديا وبجيب من تحت لفوق، شايفين كده مفرفر ازاي؟ ولا معجن ولا اي حاجة. تحطي كده مقدار المية بتاعتك بالنظرية وبالبركة بتاعت ربنا. بعد كده هناخد بقى الكسكسي بتاعنا ونضرب بقى كده في الكبة ضرب متقطع. وهنا بقى الكبة بتحل محل الغربال زي أمهاتنا أو الديارة. أنا كانت أمي الله يرحمها بتعمله بالديارة والمنخل السلك. والديارة عبارة عن منخل زي السلك كده، بس العيون بتاعته بتكون واسعة شوية. كانت تعمل بالديارة وبعد كده تحلل بالمنخل السلك عشان بقية الدقيق ينزل منه. انا هنا بقى باخد كده اللي ضربته في الكبة وبحطه على الشاشة اللي انا هسوي فيها، وبفرد بقى كده بايديا. ولو حاجة مكلكعة معاكي، بظهر المعلقة كده زي ما شاورتلك في الفيديو على ظهر المعلقة، وافردي بيها، او تفردي ايدك كده وايه وتفردي الكسكسي على الشاشة علشان ايه يبقى فوق بعضه ما يعجنش معانا. هنا بقى خلصنا الكمية بتاعتنا كلها. ناخد بقى كده ونسوي على البوتاجاز. انا حاطة هنا في المصفى 3 معالق عشان نرفع كده الكسكسي من على بخار المية علشان ما يعجنش مننا. ونساوي بقى كده ونفرد في الشاشة علشان ايه التسوية بتاعته تكون مظبوطة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ونقفل بقى عليه كده ونغطي الحلة. وفي الاول النار بتكون عالية، بعد كده بنهدي بقى عليه النار. بعد كده بقى نباشر بقى ونقلب بالمعلقة، ونجيب بقى كده من تحت لفوق علشان لو حاجة مكلكعة معانا نفرد بقى كده بظهر المعلقة. هنا بقى بقولك اهوت انا كده كشفت عليه وهديله كده تقليبة. وشايفة بقى كده بعد ما كان دقيق دخل بقى كده في التسوية وزاد معانا الكمية، زادت معانا ولونه اتغير. شايفين طبعا الدقيق في التسوية لونه بيتغير. بعد ما كان دقيق بيبقى ايه لونه كده ابيض. وطبعا التسوية بتبقى باينة زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالظبط. وكميته زايدة ازاي ومرتفع عشان حاطين له خميرة.
بعد كده بنجيب من تحت، ولو حاجة مكلكعة بظهر المعلقة كده نفرد ونفك، هتفك معانا على طول بكل سهولة. دي كانت أول مرحلة في طياب الكسكسي. بعد كده هاخد كده بقى الكسكسي بالشاشة بتاعته، وافضي منها كده كل حاجة فيها، يعني أسلك كده الشاشة. في طبعا بقى الإناء بتاعنا كده، ونديله بقى كده تقليبة محترمة من تحت لفوق، ونحاول نفك كده بإيدينا وبالمعلقة. ولو حاجة مكلكعة ناخد كده على ظهر المعلقة زي ما انت شايفاني في الفيديو، ونفك فيها، هتفك معانا بكل سهولة. بس بقى هي لسعة البخار اللي بصراحة يعني بتوجع شوية. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا يفادينا ويحفظنا جميعا. هنا بقى هنجيب اللبن بتاعنا. في ناس بترده بالشوربة، وفي ناس بترده باللبن، وفي ناس بترده بالمية. انا هنا هرده باللبن زي امي الله يرحمها. وطبعا كده ظبطت الحدق بتاع اللبن، حطيت له رشه من الملح، وحطيت له برضو شويه من الميه، علشان اللبن بتاعنا جاموسي يعني دسم جدا. ولسه كمان هنضيف سمنه علشان ما يبقاش تقيل معانا الكسكسي ويتعب المعده بتاعتنا ويرهقها. هنا بقى هناخد ونرشرش كده، ونزقي بقى كده الكسكسي عشان لما نرجعه تاني يستوي ويبقى طيابه كده مظبوط. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ونقلب بقى كده ونفرفر بإيدينا. شايفين الجمال والحلاوة؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. والله شوية كسكسي زي الكتاب ما قال بالظبط. بعد كده بقى المرحلة التانية من التسوية، لابد ان احنا نزود الحلة شوية من المية. انا زودتها وسبتها تغلي شوية قبل ايه ما اودي الكسكسي يطيب في المرحلة التانية. علشان ايه ما نحطوش المية تبقى باردة، لازم المية تكون مغلية معاكي علشان يستوي بسرعة وما ياخدش وقت مننا وما يعجنش كمان. هنا بقى بنضيف الكسكسي ونفرد برضو بايدينا. شايفين؟ ولا حاجة مكلكعة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نغطي بقى عليه كده ونقفل عليه بالغطا، بالشاشة الأول وبعدين بالغطا. أنا الشاشة بتاعتي هنا بصراحة ذكرى من بنت أختي، كانت الجبونة بتاعتها بتاعت الألعاب. طبعا هي كل ما تشوفها تقول لي هاتي الجبونة بتاعتي يا خالتي. اقول لها لا، بنسوي بقى فيها كده، وبعد كل مرة نغسلها ونعرضها للشمس ونشيلها برضو للمرة اللي بعدها. هنا بقى خلاص كنا قلبنا بقى كده الكسكسي وخلاص كده المرحلة الأخيرة من الطياب. طبعا هناخده بقى كده ونفرده برضو في الإناء بتاعنا، ونسلك برضو كده بقى من الشاشة، وبعدين بقى نسقيه السمنة بتاعتنا. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. واحنا عندنا طبعا المواسم بتاعتنا لابد ان احنا نعمل فيها كسكسي بقى ورقاق وبط والحاجات دي كلها. احنا بناكل الكسكسي مع البط او الوز وساعات لحمة. وبرضو لما نيجي ناكله كتحلية بنحط له لبن وجوز هند بقى وشوية من الزبيب وسكر بودر، بيبقى كده طعمه حاجة بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ شوية كسكسي معمولين بحب وبنفس راضية، حاجة كده اللهم بارك، حاجة كده زي الكتاب ما قال بالظبط. وطبعا ولا في زي أمهاتنا وأكل أمهاتنا ونفسهم في الأكل. أنا هنا بقولك فاض مني سمنة عشان برضو ما نحط السمنة كتير تتعب بقى معدتنا. كل حاجة تبقى في المعقول بتبقى مظبوطة وطعمها ولا أروع. طبعا هنا نغرف بقى كده شوية من الكسكسي. لو عايزة تضيفي سكر بودر بقى ولبن أو شوية زبيب وجوز هند وتاكلي بقى كده وتحلي بقك. وفي بقى هنعمله معاه بط إن شاء الله بإذنك يا رب في الموسم. هنا بقى بقولك بركة ربنا وبركة الله وبركة سيدنا محمد، حاجة كده اللهم بارك. ربنا يا رب يزيدنا من فضله ومن